قاعده كده في امان الله، حسيت ان انا نفسي اكل حاجه حلوه. طب اشوف عندي ايه اعمله، ما لقيتش عندي غير بديل الاوريو، وهو بطعمه حلو جدا بس انا ما كنتش عايزه اكله. فجت خلاص خطرت في بالي كده فكره وقلت لازم هعملها، هعمل اجمل حلا بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه جبت باكو من بسكوت الاوريو او بديل الاوريو، كسرته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وخلاص كده. هركنه على جنب، هنشوف استخدامه بعدين. معايا هنا ربع كوبايه من الزبده، سيحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب الكبه بتاعتي، افضي فيها 5 بواكي من البسكوت. تمام، بالشكل ده اهو، واضربهم مع بعض في الكبه كويس جدا. ممكن كمان انك تدقيهم كده بالهون، هيتفتفتوا معاكي عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. هضيف بقى ربع كوبايه الزبده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد كل البسكوت ما يتشرب بالزبده زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بديل الاوريو ده بجد حلو جدا. الطبقه اللي بعد كده للاسف بقى الكاميرا ما كانتش بتصور، هي عباره عن كوبايه من كريم شانتيه خام، عليها 3 معالق كبار من السكر البودر وكوبايه ونص من الحليب. انا عايزه القوام يكون سائل شويه، ما يكونش متماسك قوي. حطيت عليها باكو بسكوت الاوريو اللي احنا كسرناه مع بعض، وبقى خلاص كده الطبقه التانية جاهزه معانا. في اسهل من كده؟ لا طبعا. هجيب بقى البولات بتاعتي وهبدا ان انا احط فيها اول طبقه وهي طبقه البسكوت. شايفين الجمال بقى؟ عايزه اقول لكم لذيذه وحلوه بشكل بجد في منتهى الجمال، ما اخدتش معايا حرفيا تلت ساعه وكنت خلصتها. تمام، بالشكل الجميل ده هبدا ان انا اسويها بقى. ممكن انك تستخدمي قوالب التارت، ممكن انك تستخدمي قالب التشيز كيك، الصواني اللي هي بتتفتح من الجنب دي. اي حاجه عندك ممكن تحطيها فيها، كمان ممكن تحطيها في صينيه عاديه خالص يعني، مفيش مشكله. بالشكل الجميل ده اهو هتسويها بقى كويس جدا، ونحط عليها الطبقه التانية. طبعا كميه البسكوت وكميه برضو الطبقه التانية حسب ما انت حابه. ممكن كميه البسكوت تكون طبقه رقيقه، والخليط التاني مثلا طبقه سميكه شويه، او العكس، مفيش مشكله خالص. هسويهم برضو كويس جدا بالشكل ده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عايزه اقول لكم حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا، جربوه صدقوني هيعجبكم. وادعوا لي بقى في الامتحانات، هي الامتحانات اللي بتخلي الواحد يطلع كل الافكار والمواهب اللي عنده. هبدا بقى ان انا افتفت برضو باكو كده من البسكوت او اكسره قطع كبيره او صغيره، وهبدا ان انا احطها على الوش. التوبنج بقى حسب ما انت حابه. ممكن بقى تحطي صوص شوكولاته، ممكن تحطي صوص توت، فراوله، اي حاجه عندك، اي حاجه تكون شاريها يعني من السوبر ماركت مثلا او عاملاها عندك في البيت، ممكن تحطيها عادي جدا. وممكن تحطي قطع فاكهه برضو، مفيش اي مشكله خالص. دي نوتيلا عندي بس للاسف ما كانتش راضيه تسيح، انا مش عارفه ايه المشكله. بس حطيتها برضو على الوش كده وقمت موجتها وادتني برضو شكل جميل. عادي الدنيا برضو مش هتقف يعني. تمام، بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم برضو كان طعمها حلو جدا. تمام. ممكن تسيحيها اكتر من كده برضو وتعمليها خطوط كده وتعمليها بخلة الاسنان، تدي شكل برضو جميل، مفيش مشكله. ممكن تحطي صوص كراميل عندك. التوبنج ده بقى حسب ما انت حابه، وجميل جدا. تمام كده خلاص انا خلصتها. هقف على كده؟ لا طبعا، كان نفسي كمان ان انا اكل ايس كريم الاوريو. فاتبقى عندي شويه من الخليط اللي عملناه مع بعض اللي هو الطبقه التانية. هبدا ان انا احط عليه معلقه من اللبن البودر ورشه من الفانيليا، وهضربهم مع بعض كويس جدا حوالي 3 4 دقايق كده بالمضرب الكهرباء. ممكن تحطيهم في الخلاط وممكن كمان تعمليهم في الكب. هضربهم بقى كويس جدا بالشكل ده، وهبدا ان انا احطها في علبه تلاجة. تمام، بالغطا كده، واحطها وادخلها الفريزر تتماسك كده 3 4 ساعات، ممكن ليله كامله، ممكن 6 ساعات حسب ما انت حابه. وعايزه اقول لكم طعمه لذيذ بشكل حلو جدا. ممكن برضه تحطي شويه من صوص الشوكولاته كده، رهيب. جربوا الوصفتين دول هيعجبوكم جدا جدا. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ودعواتكم عد الامتحانات على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.